الفكرة لما يكون راجل بدقن وشنب وصوته صوت راجل وفعله فعل شياطين، ويجي يقصف محصنات بنت، والبنت اللي يقصف محصناتها اصلا معروف اساسها من راسها لرجليها، طلعتها قليلة، ما بتخرجش من مدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، علاقتها بالناس محدودة، الناس بتتكلم في عرضها عشان مش عارفين يوصلوا ليها، الناس بتسب في ظهرها عشان مش قادرين يسبوا في وشها، وعشان يطلعها وحشة يطلع عليها سمعة ان هي كانت بتخرج مع ولاد وبتروح مع ولاد. طز في الكلام دوت اصلا. طالما ان الاب والام عارفين ان بنتهم بتصحى امتى وبتنام امتى وبتاكل امتى وبتشرب امتى وبتروح امتى وبتيجي بامتى، طز في كلام الناس. انا من منبري هذا بقول لكم طز في كلام الناس. فاي واحد يتكلم في عرض بنت، انا طالعه اقول لك بس ان ربنا حكم عليك بالجلد 80 جلده، يسلخوك سلخ، ده حكم ربنا عليك انك قصفت محصنات، وان انت ما جبت الشهود 4. يعني لما تقصف محصنات بنت تقولها شفت رايحه شفتها جايه وقالوا لي وسمعت وعملت وسويت، والكلام ده كله عاري من الصحه وانت صدقته وجيت وعدته، انت مفروض تتقصف 80 جلده من اللي قلبك يحبهم واللي ما تتمنهمش لعدوك، غير ان كلامك فسق عند الله لا تقبل لك شهاده. تخيل هتيجي تموت ان شاء الله بامر الله تعالى وترفع صباعك كده وتيجي تنطق شهاده، ربنا يقول لك امشي اللي جابك عندي، انت قصفت محصنات بنت ملهاش في الطر ولا في الطحين، اتكلمت في عرضها واتكلمت في شرفها وقلت ان هي بتمشي مع ولاد وقالوا عليها وعملوا عليها، والبنت بريئه من كل هذا. زي قصه البنت دي، البنت بتقول ان هي حد انطوائي وما بتخرجش وما بتروحش وما بتجيش، ودايما تتهم ان هي على علاقات مع ولاد، ودايما تتهم ان هي بتخرج مع ولاد، ودايما تتهم انه هي انسانه مش كويسه ومش محترمه، وسمعتها بقت زي الزفت، وهي ما حش علم بالكلام ده كله، قاعده في بيتها كافيه خيرها شرها، بنت يعني الناس كلها تتمنى يكون بنت عندهم بالاخلاق دي، ويتضح ليها فيما بعد انه سمعتها معابه، شرفها معاب، كلام عليها في الظهر مش كويس. اكيد هي ان شاء الله ربنا هيعوضها عوض الصالحين، وان شاء الله هيعوضها باحسن انسان في الكون اللي يثبت للعالم كله لو ان هي انسانه مش كويسه مش هتتجوز كده. ويطلع عليها كلام انهم يعرفوا عنها حكايات وهي لسه كانت بتلعب الاولى على باب البيت. تخيلوا طفله 12 سنه يطلع عليها كل الكلام دوت ويقول لها واحد سابك مش عارفه في مكان فلاني الفلاني وقالوا لي ان انت مش عارفه على كل دي تمنيات من الناس يتمنوا يبقوا في حياتها. لكن البنت ما كانش ناقصها لا حب ولا حنان ولا احتواء، علشان كده قررت تعيش بنفسها باخلاقها بادبها باحترامها باسلوبها، والناس كلها بتشهد بذلك. فيجي شخص مفروض ان هو ذكر ويتكلم في عرضها ويقول الناس بيقولوا وانا شفت بعيني العين اللي هتشهد عليه يوم القيامه، واللي ان شاء الله ربنا يعني مش هيتقبل منه شهاده، وما ينفعش يتقبل منه شهاده الا اذا رجع للانسانه دي اللي هي البنت دي وطلب منها السماح هو وكل من اتكلم في عرضها. بالاضافه الى ذلك انه امك اختك زوجتك في يوم من الايام لو كانش اهلك معارفينك او دينك قاري فيه وعندك علم، هيجي اللي يتكلم عليهم بس برضو ظلم واصعب من كده. فهتتذكر انا اتكلمت في عرض مين، فهتتذكر انا عملت في عرض مين، هتفتكر البنت اللي انت ظلمتها وقلت شفتها في كل مكان. ايا كانت البنت اللي انت بتشوفها دي مين، او ايا كانت هي مين، لكن اللي انا اعرفه انه لما واحد بيجي يكلم واحد على عرض بنت بيقول له ربنا يهديها ويهدينا، ربنا يصلح حالها ويصلح حالنا، تقفل ودنك ونظرك وسمعك ولفظك عن اي شيء ما شفتهوش. ده يا اخي اللي بيشوف بني ادم بيزني او بني ادم بيعمل غلط ما بيطلعش يتكلم وبيستر عليه الا اذا كانوا 4 تثبت عليها القول والفعل. تحسبوها هينه لما تتكلموا في عرض البنات، تحسبوها هينه لما تعيبوا في شرف البنات، تحسبوها هينه لما تلوثوا سمعه البنات. بس ابشركم وابشر كل البنات اللي الشاب اللي ما يعرفش يوصل لك، وانا متاكده 2 هم اللي بيلوثوا سمعه البنت، 1 ما عرفش يوصل ليها ومرمط سمعتها في الارض، وواحده
او واحد مش عارف يبقى زيها. فعشان كده جايه واقول لكم ابشروا، عوض ربنا جميل، ربنا هيبعت اللي يرد غيبتكم، ربنا هيجيب حقكم من عقر بيته، من وسط اهل بيته، ربنا هيفضحوا بفضيحه، يعني فضيحه اللحمه في السوق، ربنا هيسوق سمعته وسمعه اهل بيته بامر الله تعالى، لانه ليكي ملك بيقول لك ولك بالمثل. هو اتكلم في عرضك فاكيد ولك بالمثل، يعني اتكلمت على بنت الناس فانت الحين هيتكلموا عليك، تعبت في شرف بنت الناس فربنا يعيب في شرفه. انت الفت وشهدت شهاده زور بانك تقول شفتك شوف عيني، لمجرد ان انت مش عاجبك ان هي بترد عليك او بتقفل الباب في وشك فتطلع تعيب في سمعتها. ابشر ابشر من رب العالمين، وارجع واقول لك لا تقبل ليك شهاده ولا تعد من المسلمين، فربنا يتولاك، ربنا يتولاك دنيا واخره.